سلام الله عليكم. مرحبا بكم إخواني المتتبعين، عواشركم مباركة وعيد مبارك سعيد. أضام الله أيامكم أفراح ومسرات. نمر إلى أبرز العناوين. وزيرة الإسكان الإسبانية السابقة تثير جدلا كبيرا في إسبانيا مع قرب الانتخابات الإسبانية، حيث دعت السلطات الإسبانية إلى إرجاع المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية إلى المغرب. وفي موضوع آخر، المغرب يفتح مسار ثاني على الحدود مع المدينة المحتلة للتخفيف من طوابير الانتظار. وزير الدولة البريطاني يشيد بالعلاقات الثنائية المغربية البريطانية، ويؤكد استعداد بلاده للاستفادة من الفرص الهائلة التي يمنحها المغرب في مجال الاستثمار. صحف بريطانية تؤكد فشل صفقة انتقال اللاعب المغربي زياش إلى النصر السعودي. غنشوف معاكم أهم التفاصيل، ولكن رجاء دعمكم لنا ضروري لنواصل تقديم الجديد. إن أعجبكم الفيديو دونوا آراءكم وفعلوا زر الجرس لتتوصلوا بالجديد فضلا وليس أمرا، وما تنسوا بارتاجيو مع الأصدقاء ديالكم. جددت وزيرة الإسكان الإسبانية السابقة ماريا أنطونيا تروخوي دعمها للمغرب في استرجاع المدينتين المحتلتين، وطالبت سلطات بلادها بالإسراع بإرجاع هاتين المدينتين لكونهما أراضي مغربية عبر التاريخ. ولقيت هذه الوزيرة انتقادات لاذعة من مختلف الصحف الإسبانية وشخصيات بارزة في إسبانيا. فقد سبق لهذه الوزيرة أن أثارت زوبعة كبيرة في إسبانيا عندما صرحت السنة الماضية في إحدى الندوات التي أقيمت في مارتيل بشمال المغرب على أن الثغرين المحتلين من طرف إسبانيا هما أراضي مغربية محتلة من طرف إسبانيا. لذلك جددت دعمها ومطالبتها بإرجاع هاتين المدينتين إلى أحضان المملكة المغربية. قد تجدد إحياء هذا المطلب عقب قيام مركز إسباني للفكر يدعى أوروبا سيودادانا بمهاجمة هذه الوزيرة بسبب مواقفها الداعمة لإرجاع هاتين المدينتين المحتلتين إلى المغرب، معتبرا أن مطلبها مجرد ترهات. على نفس النهج ذهبت عدة صحف إسبانية دائعة الصيت كالموندو. عبرت هذه الصحيفة على أن هذه الوزيرة تخدم مصالح المغرب، وذهب البعض أبعد من ذلك واعتبر أن الوزيرة تتقاضى أموالا طائلة على هذه المواقف والتصريحات. وطالبت العديد من الأطراف الإسبانية إلى الإسراع لإصدار قانون يجرم أفعال هذه الوزيرة السابقة ويمنعها من دخول المدينتين لأنها غير مرغوب فيها، وأن مواقفها تتعارض مع الحقيقة التاريخية. قد أكدت هذه الوزيرة في عدة تصريحات لها على أن المغرب متشبت بهاتين المدينتين، وأنه متشبت أيضا بالجزر الجعفرية، وأن هذا الملف مطروح على طاولة المفاوضات بين المغرب وإسبانيا، وأن المغرب لن يتنازل ولو على شبر واحد من ترابه. وذلك ما اتضح من خلال مراسلة المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في رسالة توضيحية بشأن الحدود البرية مع إسبانيا، وأكد عدم اعترافه بسيادة إسبانيا على المدينتين المحتلتين. نبقى في الشأن المغربي الإسباني، والسلطات المغربية الإسبانية منكبة على تدارك ما بات يعرف بطوابير الانتظار الطويلة، أو ما يعرف بعملية المرور، وإلى الثغرة المحتلة مليليا. عقب هذه الفضيحة دخلت السلطات الإسبانية والمغربية في مفاوضات من أجل حل هذا المشكل. ألقت إسبانيا اللوم على المغرب، وشددت على أن السلطات الإسبانية تقوم بواجبها على أحسن ما يرام، وكان ذلك عقب الاحتجاجات التي شهدتها المدينة بجوار المعبر الحدودي. هذا ما دفع المغرب إلى الإسراع بفتح مسار ثاني على الحدود لسكان المدينة المحتلة، وذلك عقب المفاوضات التي جمعت الأطراف الإسبانية بنظيرتها المغربية. وفي موضوع آخر، صرح وزير الدولة البريطاني للأعمال التجارية نايجل هيلدنستون يوم الخميس الماضي على أن المملكة البريطانية منكبة على تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز المبادلات التجارية مع المملكة المغربية، مفتخرا بالإنجازات التي تحققت خلال السنة الماضية، حيث حققت زيادة بنسبة 50% مقارنة مع سنة 2021، حيث وصلت قيمة المبادلات التجارية إلى 3.1 مليار جنيه استرليني. وأكد على أن بلاده مستعدة للاستفادة من الفرص الهائلة التي يمنحها المغرب في مجال الاستثمار، خاصة في مجال الطاقة. فالشراكة المغربية البريطانية دخلت حيز التنفيذ منذ الفاتح من يناير 2021. هذه الشراكة موقعة في 26 أكتوبر من سنة 2019. وفي موضوع آخر،
صحيفة الجارديان البريطانية أكدت على أن صفقة انتقال اللاعب المغربي زياش إلى النصر السعودي باءت بالفشل بسبب اكتشاف مشكل على مستوى الركبة أثناء إجرائه الفحص الطبي، إلا أن هناك أخبار أخرى تحدثت على أن مشكل فشل الصفقة يتعلق بعدم الاتفاق على بنود العقد. إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا القدر، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.